تعالوا بقى نعمل احلى طاسة سجق. جميل جدا وحلو قوي في الحر، يعني ينفع بقى جنب مكرونة بصلصة او تعملي سندوتشات زي ما انت حابة، بطريقة سهلة جدا وجميلة. اول حاجة هنجيب طاسة وهنحطها على النار تسخن، ومن غير اي مادة دهنية هنبتدي ننزل بالسجق بتاعنا. وطبعا لو حابة تقطعيه هتقطعيه، لو حابة تعمليه سليم زي ما هو كده هتعمليه. انا عملته زي ما هو، شوحته كده بس لما حطيت عليه باقي المكونات بتاعتي فقطعته في الاخر، قصيته كده بالمقص. هبتدي بقى اشوح كده فيه لحد ما ياخد لون كده، يتحمر كده وياخد اللون الجميل بتاعنا. تمام. هفضل بقى بتقليب مستمر زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين ادي خد اللون الجميل اللي احنا عايزينه. هبتدي بقى انزل عليه ببصلة، اي تقطيع انت عايزاها، يعني هتقطعيها بالطريقة اللي تناسبك. تمام. وهبتدي اشوح بقى في البصلة مع السجق كده لحد ما البصلة تدبل معايا ولونها يغير كده، مش تتحمر، لا تدبل كده وتبقى لونها شفاف. هاجي بقى اوسع كده من النص كده في الطاسة، وهنزل بمعلقة من الثوم المفروم وهقلبها كده بس لحد ما ريحتها تطلع معايا. اول ما ريحتها بتبان ببدأ بقى اقلب كله مع بعض، الثوم والبصل مع السجق، وهنزل عليهم بقى بالفلفل والطماطم. طبعا انا حاطه فلفل رومي وفلفل حامي والطماطم. هبتدي بقى اقلب الكلام ده كله مع بعضه، عشان كانت الطاسه معايا صغيره مش عارفه اقلب فيها فنقلتهم في طاسه تانية. هقلب بقى كله مع بعضه كويس قوي. وبعد كده بقى هبتدي بالمقص كده اقصقص السجق زي ما انتوا شايفين. ممكن لو حابه تسيبيه سليم، بس انا وممكن تقطعيه من البدايه، بس انا عشان خاطر ساعات بيتهري كده لما بقطعه الاول. بعد ما قطعت كل كمية السجق هبتدي بقى اضيف التوابل بتاعتي. طبعا ضفت ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة. تمام. هو كده كده احنا مش عايزين بهارات كتيرة علشان خاطر السجق كده كده بيبقى فيه توابل، بس احنا بنضيف حاجة بسيطة كده عشان توازن الطعم مع الخضار. هقلب بقى كويس وهغطي السجق 5 دقايق بس هيكون استوى. تمام. زي ما انتوا شايفين بجد طعمه حلو قوي وبسيط وسهل، مش بياخد وقت، واحلى 100 مرة من السندوتشات اللي احنا بنشتريها من الشارع، وانضف واوفر بكتير كمان. ممكن بقى جنب مكرونة بصلصة او في فينو في عيش بلدي زي ما انتوا حابين. ولو كملتوا الفيديو لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بقدمه. ولو بتشوفوني على الفيسبوك ما تنسوش الفولو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.